ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 100، الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. صباح الفل عليكم جميعا. كلنا اكيد شفنا الفيديو ده وشفنا الطريقه المبتكره اللي المبيض بيتعامل فيها مع الطرطشه، بس احنا مش هنقدر نقيم الطريقه اللي هو بيعملها دي صح ولا غلط. وان كنت انا شايف ان بمجرد ان الطرطشه او منت الطرطشه عدت على حاجه قللت سرعتها وهي رايحه في اتجاه المباني، ده ممكن يقلل التماسك اللي حاصل، ولكن خلينا نتكلم بشكل عملي وشكل فني اكتر. هي الفكره اساسا من الطرطشه ان احنا عايزين ننتج سطح خشن متماسك مع الطوب او العنصر اللي وراه، سواء كانت حيطه خرسانيه او طوب، وفي نفس الوقت يقدر يمسك المحاره اللي هتيجي عليه. ومن هنا احنا دايما نقول ان الطرطشه لازم تكون مسماريه او بتبقى رف وخشنه جدا عشان تقابل المحاره. ولكن ايه اللي يثبت في الاخر ان الطرطشه دي كويسه او مش كويسه غير الفيجوال او الحركه اللي احنا بنعملها بايدينا، ان احنا بنحط ايدينا على الحيطه عشان نتاكد هي خشنه ولا لا. خليك عارف ان في اختبار بول اوت تيست اشبه باللي احنا بنعمله بالنسبه مثلا بالنسبه لتزريع الحديد، وساعات برضو بنعمله في الدهانات عشان نتاكد من تماسك الطبقات كلها على بعض. الاختبار ده بيتعمل عشان نتاكد من التماسك ما بين طبقه المحاره وطبقه الطرطشه اللي قبلها. فالموضوع ممكن احنا بناخده بطريقه حبيني وبطريقه يعني نظريه اكتر، ولكن خليك عارف ان في اختبار بيتعمل وبيها بنحدد هل الطرطشه دي صالحه ولا لا. بس الكلام ده مش بيتم في اغلب المشاريع. بس كده باختصار، انا محمد الدرملي وده شغل جوده. صباح الفل عليكم.